هنتكلم في الفيديو ده عن منحة اسمها منحة البطالة، حماية قانونية للعامل. هنتعرف على كل شروطها وفق التأمينات الاجتماعية. منحة البطالة حق للعامل. منحة البطالة مهمة جدا، ودي من أهم أدوات الحماية الاجتماعية اللي أقرها القانون للعاملين الذين بيفقدوا الوظائف قسرا، يعني سابوا الوظيفة غصب عنهم، خاصة في حالات تصفية الشركات أو إغلاقها بشكل نهائي. بيهدف هذا النظام لتوفير دخل مؤقت بيساعد العامل على تجاوز الفترة الانتقالية بين فقدان العمل، وكمان عشان يلتحق بوظيفة جديدة. الأمر ده بيخفف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية فجأة لانقطاع الراتب الشهري للعامل. شروط الاستحقاق ومن يستحق منحة البطالة بعد تصفية الشركة. بتأكد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن العامل المؤمن عليه اللي انتهت خدمته بسبب تصفية الشركة أو غلقها بيحق ليه صرف منحة البطالة، وده بشرط إن هو بيستفي الضوابط القانونية. أول حاجة، يشترط أن يكون انتهاء الخدمة بطريقة خارجة عن إرادة العامل، وألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته أو نتيجة جزاء تأديبي. علشان تستفيد من منحة البطالة بيتعين على العامل المتعطل التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الثاني من تاريخ التعطل عن العمل، وبيقدم الطلب على نموذج رقم 29 المرفق بنظام الخدمات التأمينية. بيرفق به المستندات المعتمدة. بتشمل المستندات ديت صورة من نموذج الاستمارة رقم 6 اللي بيدل على انتهاء الخدمة، وشهادة قيد في سجل المتعطلين صادرة من مكتب القوى العاملة المختص. بيستكمل بعدها الإجراءات ديت، وتقوم الهيئة بحث الطلب بتاعه، تصرف ليه منحة البطالة حال استيفاء الشروط القانونية. بيستمر صرف منحة البطالة حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق العامل بعمل جديد أو لمدة 12 أسبوع كحد أقصى أيهما أقرب، وتمتد مدة الصرف إلى 28 أسبوع في حالة التعطل للمرة الأولى. إذا كانت مدة الاشتراك في تأمين البطالة تجاوزت 36 شهر، وذلك وفق ما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية، بيتم التوقف عن صرف منحة البطالة، وده لما تلتحق بعمل جديد. وإن الغرض من المنحة هو توفير دعم مؤقت خلال فترة التعطل فقط، بيجوز صرف التعويض خلال فترة التدريب المهني اللي بيقرها مكتب القوى العاملة باعتبارها جزء من خطة إعادة دمج العامل في سوق العمل. بيشترط لصرف المنحة أن يكون للعامل رقم تأميني مسجل، وفي حالة عدم معرفة الرقم التأميني يمكن للعامل التوجه لأقرب مكتب تأمينات اجتماعية تابع لمحل السكن للاستعلام عنه، وده سواء من خلال موقع الإلكتروني الرسمي أو من خلال اتصال بالخط الساخن 16 217 مع تقديم شهادة الميلاد المميكنة في حال عدم وجود رقم مسجل مسبقا. وبكده هنكون اتكلمنا عن كل التفاصيل عن منحة البطالة. لو عندك أي استفسار أو أي تعليق اكتبه لنا أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.